مشاهدينا أهلا بكم. في ظل استمرار التدهور الأمني الذي تمر به البلاد، شهدت مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين خرقا أمنيا كبيرا باقتحام مسلحين إرهابيين لمبنى مجلس بلدية سامراء، والذي تزامن مع افتتاح بدالة مجلس البلدية بحضور جميع أعضاء المجلس. حصيلة عملية اقتحام مبنى المجلس البلدي ومن ثم تحريره بالكامل من قبل القوات الأمنية هي استشهاد 5 أشخاص بينهم موظف في المجلس البلدي، وأيضا 3 من أفراد القوات الأمنية، إضافة إلى إصابة 35 شخصا بينهم 3 من أعضاء المجلس البلدي. بدأت عملية الاقتحام بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري داخل مرآب المبنى، عقبها تفجير انتحاري نفسه عند مدخل المبنى، الأمر الذي أدى إلى استشهاد مدني و3 من أفراد القوات الأمنية وإصابة 23 شخصا بينهم موظفون في المجلس البلدي. في هذه الأثناء اقتحم مسلحان يرتديان أحزمة ناسفة المبنى، رافق ذلك اشتباكات اندلعت مع القوات الأمنية، الأمر الذي اضطرهما إلى التحصن في الطابق الثاني، حيث احتجز عددا من الرهائن، فيما تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على الطابق الأول. وبالتزامن مع ذلك قام طيران الجيش بعملية إنزال جوي لتسيطر القوات الأمنية على الطابق الثالث لمنع المسلحين الإرهابيين من الوصول إليه. في غضون ذلك استمر احتجاز المسلحين الإرهابيين للرهائن في الطابق الثاني كما نلاحظ هنا من المبنى، بينما قامت القوات الأمنية بمحاصرتهما ومن ثم قام بتفجير نفسيهما، الأمر الذي أدى إلى استشهاد موظف في المجلس البلدي وإصابة 12 شخصا بينهم موظفون و3 من أعضاء المجلس البلدي. ومن ثم قامت القوات الأمنية بتمشيط مبنى المجلس البلدي لتتأكد أيضا من عدم وجود مسلحين، ومن ثم تمكنت من السيطرة على المبنى بالكامل. إذا مشاهدينا، كان هذا عرضا مختصرا لما وردنا من معلومات حول العملية الإرهابية التي استهدفت مبنى المجلس المحلي في قضاء سامراء. شكرا لطيب متابعتكم. نعود للزملاء لاستكمال الأخبار ولكن بعد هذا الفاصل.